مثلتوا المغرب احسن تمثيل في هذه المسابقه الجديده، واللي لقات واحد اقبال كبير من الشارع المغربي، خاصه اصحاب لي ريزو سوسيو. مجيد عرف المشاهدين المغاربه بشنو هو دوري الملوك او دوري كينغز ليغ، وشنو هما القوانين ديالو. فبداية بسم الله الرحمن الرحيم. فدوري الملوك جاب فكرة من عند جيرار بيكي، لانه كما الروايه ديالو كما الحكايه ديالو بانه كان كيتفرج في مقابله ديال كره القدم العاديه اللي في 90 دقيقه، وشاف الابن ديالو انه بحال دخل الملل، يعني ما بقاش كيمتبع المباراه بحال الاول، مع العلم انه ولدو عزيز عليه كره. فهو يعني شاف بانه هذا العصر السرعه، مقابله في 90 دقيقه، خاص تكون شي لعبه ديال كره القدم يكون فيها الوقت صغير وتكون فيها الاثاره باش المشاهد يبقى متبع مع المباراه. ومن ثم جات الفكره ديال دوري الملوك، اللي اول بلد هو اسبانيا، هما اللي داروا دوري الملوك. وحتى الطريقه اللاعب ديالو فهي مغايره، فيها الاثاره منذ البدايه، فيها عده بطاقات، فانك كتلعب واحد الجو ديال جو الكتروني بحال في اخر المباراه كاينين يعني الدوبل جول. عندك واحد يعني ديزافونتاج وسط المباراه ان الرئيس يقدر يهبط لانه ينفذ ضربه جزاء، ويعني عده اشياء اللي خارجه عن المعهود، ولكن كتعطي واحد الجماليه وواحد يعني تقدر انك تبقى تفرج مباراه وتقدر ما تاخذش التليفون ديالك، حيت لاي لحظه تقدر دير فيها الفرق، من الدقيقه الاولى اللي كنبداو ان كونتر ان وانت الساعه كل دقيقه كيتزاد اللعاب، حتى الاخر ديال الشوط الاول اللي كيكون واحد الجمهور كيلوح دومينو، هذاك العدد اللي كيجي في الدومينو كيلعبوا به كيكملوا به المباراه، يعني ان كونتر ان دو كونتر، يعني على حساب الرقم اللي كيجي. وكذلك في الشوط الثاني في اخر جوج دقائق يعني كتسجل هدف دوبل، وهو اللي كتوقعت لنا سجلنا هدف ضد المنتخب الامريكي، وكنا تعادلنا ومشينا للضربات الترجيحيه اللي هي الشوت اوت. ف لعبه جميله، وكانت حنا كتكون يعني لاعب ولا مدرب، كتحس بواحد يعني بزاف ديال لي زيموسيون كيجيوك في واحد الفتره اللي هي صغيره، وهذا اللي خلى بانه لعبه جميله، ويعني كنظن انها غتنتشر بسرعه في العالم. سي مجيد، كيفاش عشتم هاد المشاركه هي الاولى من نوعها للمغرب، واش كنتوا كتوقعوا على انكم غادي توصلوا للمربع الذهبي؟ فالذهاب ديالنا الميلانو جا كأننا غادي لاعبين دوري ديال قدماء اللاعبين ولا دوري عادي جدا. ففين وصلنا بدينا كنشوفوا الفروق، عرفنا بانه اشياء رفاهيه رسميه، منتخبات جيبين لاعبين صغار السن، البنيه الجسديه ديالهم قويه. ومن ثم يعني خدنا مباراه وديه ضد المنتخب الاوكراني باش اننا نعرفوا القوانين، ومع العلم اننا ما عرفناش بزاف ديال القوانين. من مورا جات مقابله رسميه ضد كولومبيا ونازلنا ب4 اهداف لواحد، وجاونا يعني فرص باننا كنا غنتعادلوا في هذيك المباراه، مع اننا كنا كنجالوا عده اشياء في كينغز ليغ، ولكن شفنا يعني ردة الفعل ديال الجمهور، شفنا ان كانت متابعه، فكان اجتماع مع اللاعبين ليله المباراه اللي كنا انهزمنا فيها، وضعنا النقاط على الحروف باش كل واحد يتحمل المسؤوليه اللي عليه، كان كمدرب وكذلك اللاعبين والاخوان اللي معايا، لا مروان اوسيرو اللي كان كمساعد، وكذلك الاخوان الاخرين، وكان معنا فاروق كان معنا كممثل الياس الماكي في الدوره. من ثم جا اللاعبين ولينا يعني كنعملوا اجتماعات تحليل الاداء، الشغل على ما هو تكتيكي، وعارف بانه هادشي كامل كان يعني الذهن، يعني العمل الذهني هو اللي كان طاغي، لان تبارك الله لاعبين عندهم يعني بيعطاوي في كره القدم ولعبوا في الهو نيفو، فساعدنا هادشي كثير باش اننا نخلقوا مجموعه، خلقنا عائله، والحمد لله ربي يستر في النتائج. من بعد من فزنا على اوكرانيا ب7 اهداف لهدفين، فجات يعني النتائج اللي هي ايجابيه. واش ما كتشوفش على انه المنتخب الوطني تعرض للظلم التحكيمي في المباراه ديال كولومبيا، المباراه المؤهله الى الدور النهائي، ولا جهلكم لبعض القوانين اللي ما كنتوش انكم موالفين بها في التظاهره هي اللي خلت على انه هذيك ضربه جزاء ديال مبارك بوصوفه يقولوا المغاربه على انه كان هناك ظلم تحكيمي؟ لا، في اطوار المباراه كان صعيب اننا نفوز، لانه الحكم اللي كان اسباني اللي كان في الجهه الاخرى، فهو كان كيصفر شي دي زاكسيون حدانا، يعني كاين جوج ديال الحكام في حدا كرسي الاحتياط، وكيدير قرارات من الجهه الاخرى، يعني هو اللي كان قاصدنا، هو حكم واحد.
هو اللي خطب الفار في ضربه يعني في الشوت اوت ديال مبوصوفه، وكذلك في اعطى يعني بطاقه صفراء اللي فيها جوج دقائق لثلاثه اللاعبين عندنا، ومنها بدا كيبروفوكينا في اللاعبين باش اننا نخرجوا. حتى انا يعني في الطريقه كنبغي نتكلم مع اللاعبين كيجيو عندي الحكام كيبقاو يهدونا باننا غيخرجوا لنا اللعابه غنخرج انا، فكتبان من البدايه باننا يعني محاش نفوز، رغم ان الدراري داروا مجهود كبير وكنا واقفين ند لند مع المنتخب الكولومبي اللي عنده لاعبين كيلعبوا في كيكس ليغ لمده سنتين. سجلنا هدف وعاودت اللقطه فمبارك بوصوفه مشى مع الصوت ومنسى ما شافش الكرونو، مع العلم ان الصوت هو مع سمع الصوت ديمارا. ضربه جزاء، ضربه يعني اليد واضحه حيدها، كان كيعطينا يعني كنكونوا في نخلصوا الكره في المرتدات مع كان المنتخب الكولومبي كيمشي في يعني في اليديال، فما كيعطيك ضربه خطا الا كانت بعيده، ما داكشي اللي قريب ما كيشوفش في كاع. المهم كان ظلم تحكيمي، ولكن حنا كنا غنفوزوا بالكره رغم هذاك الشيء، ولكن رب ضارة نافعه. حنا الحمد لله درنا اللي علينا، خرجنا راضيين على الاداء، ما كتبش الله اننا نمشيو للنهايه نلعبوا في ملعب في طورينو، ولكن الحمد لله كنشفنا ان المغاربه تجاوبوا معنا وكانوا رسائل ايجابيه، فهذا هو اللقب انا كنظن. مجيد، شنو الحوار اللي دار بينك وبين جيرار بيكي؟ فانا تلاقينا معاه وكان معايا فاروق، لانه فاروق كيجيد اللغه الاسبانيه، وشكر قال لنا بانه المنتخب المغربي ما كانش كيتوقع انه غيمشي لهذا الدور النصف، وقال لنا بانه عندنا لاعبين اللي هما متميزين، وعجبوته الجمهور الحاضر المغاربه لانه نجحنا ليه يعني الدوره في ميلانو بحضور جماهيري اللي هو كبير، كذلك متابعه عبر الويب لانه القناه ديال الياس الماكي يعني كانوا في البث المباشر كانوا كيوصلوا لاعداد اللي كبيره، وحتى يعني حطمنا لو ريكور في نسبه المشاهدات في اليوتيوب اللي 3 مليون ونص مقابله ديال اللي كان كتفرج لايف مقابله ديال كولومبيا. فهاد الاشياء هو خاذها بعين الاعتبار، ويعني وشكرنا على المشاركه، وكذلك حتى اللاعبين كانوا منضبطين داخل الفندق، ما عندنا زيرو ريكلاماسيون. اللاعبين كانوا يعني في الوقت كيجيو يعني في الاكل كذلك في الاجتماعات، فالحمد لله خلينا صدى طيب. كمنتخب مغربي كيمثل الرايه المغربيه، كيمثل الملك البلاد محمد السادس نصر الله، وكذلك الشعب المغربي اللي كان كيساندنا كثير. شنو هو السقف ديال الطموح ديال هذا الفريق المغربي، وشنو هو المستقبل ديالو؟ ما نكذبش عليك، ما عندناش شي فكره على واش حيت انا قريت انا بحال الناس بانه غتكون في المغرب غتكون دوري، ولكن هادشي ما كاينش باقي، ما كاين حتى شي حاجه. حنا داز يعني الدوري الملوك جاتنا دعوه من عند الياس المالكي، يعني اشتغلنا باش اننا نكونوا عند حسن الظن ديالو اولا لانه هو واثق فينا، وكذلك الجمهور المغربي اللي تابعنا. فلحد الان يعني كل واحد عنده الاشغال ديالو، فاللاعبين كاينين موقعين في فروع ديالهم، انا في الارتباط ديالي في كره القدم الشاطئيه. فحنا هذه المده دوزناها جميله، حققنا نتائج ايجابيه. كان المستقبل فكنظن باقي ما كاينش شي حاجه واضحه بالنسبه للكينغز ليغ هنا في المغرب. مجيد، واش ما كتفكرش على انك تطور هاد الرياضه ديال كره القدم بهذا الشكل ديال الخاص هنا في المغرب، يكون شي دوري؟ الا ما كانش عندكم مستشارين فصعيب، لانه راه الملعب راه كيتقام باموال كثيره، لانه كتشوف التيران داير بلي زيكرون، يعني العشب داك الاصطناعي واحد الجوده اللي هي عاليه، وكذلك اللون ديالو خاصك يعني قاعه اللي تكون كبيره، فعده اشياء كتخصك باش انك تحقق هذا الشيء. فما كانوش لي سبونسور، ما كانش عاوتاني اللي ما عطاكش رخصه بيكي لانه هو صاحب الفكره، فانا كصعيب انك تنظم. فكنقول لك بانه حنا كنعيشوا الان الفرحه ديال هاد النتيجه الايجابيه وانه وصلنا للنصف النهائي، ولكن المستقبل الايام فكنظن باقي غامض، في انتظار ما ستجود به الايام. مزيد، شحال المكافاه اللي حصل عليها الفريق المغربي من بعد الاحتلال ديالو ديال المركز الثالث؟ فلحد الان باقي ما توصلنا حتى شي شيء. انا لحد الان لا انا للاعب ما توصلنا حتى شي درهم، ما خدينا حتى ريال. مشينا حتى اللاعبين اللي مشاو معنا حتى واحد مسؤول، لانه هذا كنعتبروا انه المنتخب الوطني هذا يعني بحال بغينا حنا نمثلوا يعني المنتخب نمثلوا المغرب على احسن تمثيل. فهذاك الشيء ما فكرناش فيه، وباقي
ما توصلنا حتى شي حاجه، ولكن الا كانت شي حاجه كنظن ان غنتوصلوا بها، لانه لا الياس المالكي لا الناس اللي مشاو معنا في الطاقم التقني ولا الطاقم الاداري، فما غيكونش اشكال من هذا القبيل، لانه كما قلت لك اهم شيء هو التمثيليه الجيده، لاننا اعتبرنا راسنا سفراء المغرب. انت كتعرف بان كاينه الدبلوماسيه الموازيه وتمثيليه المغرب في المحافل، لا كرويا لا رياضيا لا فنيا، وحنا مشينا كنا احسن سفير، شرفنا الرايه المغربيه. وداك الشيء المادي كنظن انه كيبقى بين يعني الناس اللي منظمين ديال كينغز ليغ وكذلك الاخوان اللي كاينين هنا، وحنا ماشي عندناش مشكل، لانه حنا هذه النتيجه بحد ذاتها فهي منحه. واش كان شي تواصل ما بين مجيد ولا العناصر الوطنيه مع وليد الركراكي مدرب ديال المنتخب، ولا بعض اللاعبين ديال المنتخب، ولا ايضا الجهاز الجامعي؟ لا، فالتواصل كان يعني كان السي قجع كان لا كيبعث رسائل، كذلك يعني السي مقترض وكذلك بعض الناس من الجامعه كيتصلوا بنا في اي مور المباريات، كيهنئونا وكيقول لنا خاصكم شي حاجه فمرحب بها. كذلك اللاعبين الدوليين فكنا ديما نتواصل مع نيف اكرد رحيمي، يعني اللاعبين يشجعونا، وكانوا داروا لنا فيديوهات بونو، داروا لنا فيديوهات تحفيزيه. ما وليد انا ما اتصلش بيا، ما اتصلش كاع باللاعبين، كنظن كان شي اتصال مع شي شخص شي لاعب وانا ما عرفت. المهم انا ما كاين حتى شي اتصال مع وليد الركراكي. كلمه مفتوحه اللي بغيت تقولها لاي واحد. فكنشكركم على المسانده ديالكم، كنشكركم على الدعم ديالكم. في المقابله الاولى ما كانش يعني الاداء جيد، ولكن احنا عملنا اللي علينا، كان مجهود كبير من اللاعبين، كان ضغط كبير. اللي كان عايش معنا في الفندق ولا يكون شاف هذاك الضغط اللي كان علينا. واحد الوقت راه بقينا كاع كنعسوا كنفكروا في الحلول، خصوصا في المباريات غادو كتصعب. فكنشكركم، كنشكر يعني 360 سبور على هذه الاستضافه باش اننا ننوروا الراي العام ونعطيهم يعني شنو هما القوانين ديال الكينغز ليغ، وكذلك شنو اللي وقع في ايطاليا.